ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي الغاشم بالمسيرات والطائرات الحربية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وإن هذه الهجمات مستمرة منذ عام 2018 إلى يومنا هذا على شعبنا بجميع مكوناته وليس فقط على مكون واحد. هذه الهجمات والانتهاكات وخروقات جيش الاحتلال التركي وأعداؤها ضد شعوب المنطقة التي تشكل لوحة فيزيائية لم تتوقف ولو ثانية واحدة، ولطالما تعرضت مدن وقرى الحدودية وخط التماس إلى قصف عشوائي المتكرر بالمدفعية الثقيلة، كما تكررت الاستهدافات الجوية المعادية علينا رغم وجود الدول الضامنة والتحالف الدولي كروسيا وأمريكا التي لم تبدي أي تصريح ضد هذه الهجمات على مناطقنا إلى الآن. كما نلاحظ أن الاعتداء التي استهدفت كوباني أمس في المقدمة يدل على مقاومة الشعب هناك منذ بداية الحراك الثوري في شمال وشرق سوريا في وجه هذا العدو الغاشم، وخوف العدو من هذه القوى والمقاومة هذا الشعب لذا بهذه الهجمات والاستهدافات يحاول الاحتلال التركي كسر شوكته، ولكن أهلنا وقواتنا في كافة مناطق شمال وشرق سوريا كانت وستبقى على أهب الاستعداد في مواجهة كل الأخطار المحدقة بنا، وخاصة الاحتلال التركي الذي يدعم الإرهاب ويمن الدعم العسكري والمادي له. نعيد ونكرر مطالبنا بوقوف قوة الدولية العظمى والمهيمنة والمنظمات التي تصلح بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي والعالمي كافة الوقوف في وجوه مخططات الاحتلال التركي في مناطقنا، ووضع حد لهذه الاعتداءات بحق الإنسانية.